سنتحدث عن إعدادات المتجر وإعدادات الدفع للموردين. عند اختيار إعدادات المتجر، يختار المورد الإعداد العام، ثم يقوم بإعداد اسم المتجر وتحديد شعار المتجر بالضغط هنا لاختيار الشعار، وإعداد الهاتف والعنوان والوصف، ثم يضغط حفظ، وإعداد نقطة استلام صبي التسليم، كتحديد الموقع وخط الطول والعرض، ثم يضغط على تحديث الموقع، وإعدادات البانر باختيار بانر للتصميم، وإضافة روابط التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام والتويتر واليوتيوب، ثم يضغط حفظ. وعند اختيار إعدادات الدفع، يستطيع المورد إعداد الدفع سواء الدفع نقدا أو بالتحويل البنكي. فإذا اختار التحويل البنكي يكتب اسم البنك واسم الحساب المصرفي ورقم الحساب المصرفي ورقم التحويل المصرفي، ثم يضغط حفظ.